مرحلة كده الطفل بيعدي بيها من أول تقريبا 8 شهور لحد 3 سنين وساعات بتزيد. طفل تلاقيه ماسك فيكي بزيادة، وكل ما تسيبيه في الأرض يعيط، كل ما تسيبيه وتبعدي عنه يعيط، تفتكري إن أنت ابنك بس اللي كده، هو ما بيسيبنيش خالص، هو بختفي عنه بيجيله انهيار. أنا عايزة أقولك أنت مش لوحدك، ودي مرحلة أصلا موجودة في الطفل، مرحلة طبيعية جدا. الطفل مش بيبالغ، هو بيبقى فعلا خايف. وما تتضايقيش من المرحله دي، لان هي معناها ان انت عملتي شغلك الصح معاه، ان هو ارتبط بيكي، ان انت بالنسبه له الحياه كلها. فما تتضايقيش من المرحله دي، واعرفي ان هي هتعدي، يعني هي فتره وهتعدي. نعمل بقى احنا ايه في المرحله دي؟ لو هتسيبوا الطفل ده في مكان، لازم تودعوه وتبوسوه وتحضنوه وتفهموه ان انتوا هتمشوا وهترجعوا تاني في وقت معين، وصادقين في كلامكم. ما تقولوش احنا هنرجع وانتوا مش هترجعوا، حد تاني اللي هيجي ياخده، لا، ترجعوا انتوا وتخليكوا صادقين، لان الكلمه اللي بتقولوها بتفضل في دماغه هنا. هنخلي فترة الوداع تبقى قصيرة بس كلها حنان، يعني حضن وبوسة، وما تقلقش أنا معاك وهجيلك تاني، أنت العب شوية مع صحابك وأنا موجودة. يبقى الوداع كده كله رومانسية، بس ما يبقاش طويل عشان الطفل الموضوع بيقلب معاه بنتيجة عكسية. ودايما نتكلم معاه ونطمنه ان ماما بتروح وبتمشي، بس دايما بترجع، دايما هتلاقيها موجوده، دايما هتلاقيها في ظهرك. عايزه اقول لكم ان هم بيبقوا فاهمين الكلام كويس جدا، ما تفتكروش ان هم مش فاهمين والكلام ده كبير عليهم، لا، بيبقوا فاهمين. وانهي الفيديو بحاجه مؤثره للاسف، استمتعوا باللحظه دي لان هي مش هتتكرر. هيجي وقت ومش هيمسكوا فيكوا اصلا، هيجي وقت وهيبقى ليهم حياتهم لوحدهم وبعاد عنكم، هيجي وقت وهتدخلوا الحمام وهتخرجوا وهتعملوا كل حاجه لوحدكم، هيبقى ليهم حياتهم الخاصه. فاستمتعوا بقربهم ليكوا وما تتضايقوش من نقطه زي دي. صدقوني صدقوني مفيش اسرع من الايام.